لو انت هتولدي في شهر 5 او 6 او 7 او 8 او 9، وكمان اللي هيولدوا في شهور الشتاء 10 11 12 1 و2، لازم تشوفي الفيديو ده، هشرح لك بالتفصيل تلبسي البيبي ايه. طبعا كل اللي بيولدوا في الشهور دي، ودي شهور صيف، هتلاقي كل اللي حواليك يقولوا لك البيبي ده لسه مولود لازم يتدفى ولازم يتكلف، وانت لو سمعتي كلامهم وفعلا كلفتي البيبي وخنقتيه بطبقات هدوم، هتلاقي البيبي عمال يعيط منك وانت مش فاهمه. واللي حواليكي برده هيقولوا لك ايه، رضعيه ده جعان، هترضعيه، هتفضلي كل شويه ترضعيه، هيبتدي يعيط منك بسبب المغص، وهو اصلا كان بدايه العياط بتاعته بسبب كتمه الهدوم اللي انت عاملاها فيه، فانت ولا منك ريحتيه بسبب كتمه الهدوم وزودتي له مغص وهو مازال بيعيط وانت مش فاهمه هو بيعيط ليه. ممكن تسمعي الكلام ده كويس جدا وتنفذيه، وصدقيني هو مش هيعيا منك ولا هيبرد منك، بالعكس انت لو لبستي طبقات هدوم كتير هيعرق، مجرد ما تقلعيه اول ما الهواء يلمس جسمه هو ده اللي هيبرده. لكن لو انت خففتي له هدوم وخففتي له طبقات في الشهور دي بالذات، صدقيني عمره ما هيعيا منك. بصوا احنا دلوقتي معانا حوامل هيولدوا ان شاء الله بالسلامه في شهر 5 وفي 6 وفي 7 وفي 8 وفي 9. يوم الولاده هتاخدي معاكي ايه وانت رايحه المستشفى؟ هتاخدي معاكي سلوبيتا قطن قط، تمام، وهتاخدي معاها سلوبيتا قطن بكم وقطن يكون خفيف، ومعاها الكوفيرتا اللي بتكون مع السلوبيتات الصيفي، بتكون خفيفه جدا، هي مجرد بس ان هي تخليكي عارفه تملكي البيبي، عارفه بس تلفيه كويس. بصوا هي حاجه صغيره جدا، مجرد بس البيبي يتلف فيه عشان يبقى سهل انت تتحكمي فيه، لكن هي ملمسها مش تقيل خالص. يعني دلوقتي اللي هيولدوا في الشهور اللي قلنا عليها سلوبيتا قط، عليها سلوبيتا قطن بكم خفيفه ملفوف في الكوفيرتا دي، ده الكلام ده يوم الولاده ان شاء الله. طيب انت الحمد لله قمتي بالسلامه وروحتي بالبيت، هتقعديه في ايه؟ الناس اللي بيكونوا ساكنين في ادوار عاليه وبيكون الجو عندهم حر، او ساكنين في مناطق معروف ان المناطق دي حر جدا وانت قاعده بيه في البيت، هتلبسيه دي بس. هيقولوا لك حرام عليكي، قولوا لهم لا مش حرام عليا، اللي انا بعمله ده هو منتهى الصح، هو حرام ومش هيستحمل الهدوم. يعني لو انت والده في الشهور اللي احنا قلنا عليها وساكنه في مكان حر جدا او ساكنه في دور عالي فالجو عندك حر، هتقعديه في البيت بالسلوبيتا دي بس. طيب لقيتي مثلا ان الجو فيه نسمه هواء بسيطه، هتقعديه بالنص كم، مفيش اي مشكله، هي قطعه واحده بس اللي تكون على جسمه خلال الشهور اللي قلنا عليها. طيب جيتي خارجه بيه في الوقت ده هتعملي ايه؟ هتلبسي زي ما كنا ملبسينه يوم الولاده، سلوبيتا القط دي وفوقيها السلوبيتا القطن. طيب هم دول اللي هنعملهم في الشهور اللي احنا قلنا عليها، هم دول بس اللي البيبي هيلبسه. اما بقى اللي هيولدوا في شهر 10 او 11، انت هتلاقي وقتها ان الجو شويه فيه لسعه برد، لكن هو طبعا مش ساقع قوي، فانت هتعملي ايه؟ هتلبسي سلوبيت داخلي قطن قط وعليه سلوبيت شتوي وبس كده. لو لقيتي ان الجو برد شويه ممكن تستبدلي السلوبيت القط بسلوبيت نص كم، هتلبسيه دي داخلي وتلبسيه الشتوي من فوقيه. الكلام اللي قلنا عليه ده يوم الولاده او لو انت خارجه بيه. طب واحنا قاعدين بيه في البيت هنلبسه ايه؟ هتيجي وانت قاعده في البيت هتلبسيه ايه؟ هتلبسيه السلوبيت القط الداخلي ده وعليه طقم قطن بكم، ده كده هيقعد بيهم في البيت شهر 10 وشهر 11. معانا بقى اللي هيولدوا شهر 12 وشهر 1 وشهر 2، الوقت ده بيكون خلاص فعلا شتاء وبيكون فعلا الجو برد، هتلبسيهم ايه؟ هتلبسي معانا برضو السلوبيت القط الداخلي، ومعانا ده بيكون طقم دفايه، بيكون من جوه الخامه بتاعته بيكون فيها وبره كده بتدفيهم، وهتلبسي عليه السلوبيت الخارجي ده. الكلام ده برضو يوم الولاده او لو احنا خارجين بيهم. طيب وهو قاعد في البيت هلبسه ايه؟ هلبسه برضو السلوبيت القط اللي هو الداخلي وعليه طقم الدفايه. لو الامر مستدعي ترنج شتوي من فوق مفيش اي مشكله، هنلبسه ترنج شتوي من فوق. لو الامر مش مستدعي هتلبسيه بس السلوبيت اللي هو الداخلي وعليه الدفايه. لقيتي الجو برد معاكي لبسي برضو قطعه من فوق عشان نزود طبقات، مفيش موضوع ال5 6 طبقات ده، عشان لما يجي الجو يبتدي يحرر معاكي لو جيتي خففتي مره واحده البيبي هيعيا مني، لو جيتي خففتي واحده واحده الجو هيبقى حر وانت لسه ملبساه مثلا 4 طبقات او 3 طبقات. الكلام ده يا جماعه مش صح ابدا. هنيجي لشهر 3 و4، الشهرين دول من السنه بيكون الجو فيهم مش ساقع قوي وبرده مش حر قوي. طيب هنلبسهم ايه؟ هيبقى قاعد بطقم زي ده بس، الكلام ده في البيت. لو جيتي خارجه بيه هتلبسيه سلوبيت هو قط او نص كم على حسب الجو، والسلوبيت الخارجي برده على حسب الجو. ما تلبسوش حاجه تقيله قوي فتعرقوا فيعيا منك، وما تلبسوش حاجه خفيفه قوي فالهواء يطوله فيعيا منك. هتلبسيه وهو في البيت زي ما اتفقنا، وانت خارجه بيه هتلبسيه قط او نص كم وفوقيه قطعه على حسب الجو اللي انت موجوده فيه. كده انا حاولت ان انا اجمع لكم كل شهور السنه تلبسوا البيبي فيها ايه. مش عايزه اكد عليكم يا جماعه بجد بالله عليكم بلاش الطبقات. انا بسمع انها ملبسه البيبي 5 طبقات، بسمع انها ملبسه البيبي 6 طبقات، بشوف ناس لحد دلوقتي لسه ملبسين دفايه. انت تستحملي في الجو ده
تبقي قاعده بالدفايه مش هتقدري. فانت زي ما انت حاسه البيبي بتاعك كمان حاسس بالحر زيه زيك، حاسس بالسقعه زيه زيك. لقيتي ان الجو حرر، قلعيه وخليه لابس صيفي، هيعيا زي ما قلت لك. لو عرق، لان اول ما هتيجي تغيري له او الهدوم دي هيطولها هوا هيعيا منك، او لو انت مخففه له قوي في سقعه والهوا عمال يخش جسمه، هم دول بس الحالتين اللي هيعيوه. لكن غير كده لبس الطبقات يا جماعه مش صحي ابدا، وعمره ما كان صحي بجد. وما تنسيش قبل ما تعملي متابعه ترجعي تشوفي الفيديو اللي انا محضره لكم فيه كل مستلزمات البيبي من الهدوم، نشتري كام قطعه من كل حاجه. ولو عندك اي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش اللاف الجميل بتاعكم.